السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من دقيقة وعي. كلنا مرينا بلحظات إحباط، اللحظات اللي بتحس فيها إنك واقف مكانك وإن كل تعبك ضاع وكأن الدنيا كلها ضدك. لكن مهما كان الإحباط تقيل، هو مش نهاية القصة، هو مجرد فصل منها، والفصل ده أنت اللي هتكتب نهايته. تخيل نفسك ماشي في طريق طويل وفجأة قدامك مطب ضخم. طبيعي توقف، طبيعي تحس إنك محتاج تلتقط أنفاسك، لكن الغلط الحقيقي إنك تفتكر إن المطب ده هو النهاية. الحقيقة إن الإحباط مش خصمك، هو رسالة بيقولك خليك واعي، رتب أفكارك وعدل خطتك وكمل. التاريخ مليان قصص ناس حولوا لحظات الإحباط لانطلاقات عظيمة. توماس إديسون فشل آلاف المرات قبل ما يولع أول مصباح، لكنه كان شايف كل محاولة فاشلة خطوة أقرب للنجاح. والت ديزني اتقال له إنه مش مبدع كفاية واتطرد من شغله، لكنه رجع يبني حلمه لحد ما بقى إمبراطورية بتلهم الملايين. الفرق إنهم ما سبوش الإحباط يدفنهم، استعملوه كوقود يحركهم لقدام. لما الإحباط يجيك اعرفه، واجهه، واسأل نفسك إيه اللي ممكن أتعلمه دلوقتي؟ إيه اللي محتاج أغيره في طريقتي؟ وبعدين خد خطوة صغيرة، حتى لو كانت خطوة بسيطة جدا. المهم إنك تتحرك، لأن الحركة هي اللي بتكسر الجمود. خلي الإحباط مدرسة مش سجن، مدرسة تعلمك الصبر والمرونة والقدرة على البدء من جديد. وأوعى تنسى، أقوى الشخصيات ما تبانتش في لحظات الراحة، لكن في لحظات الألم اللي قرروا فيها يكملوا. الإحباط مش نقطة النهاية، هو بداية لطريق جديد، لشخص أقوى وعقل أعمق وروح ما بتعرفش الاستسلام. حول الألم لطاقة وحول العثرة لأفزة. كان معاكم من دقيقة وعي، نلقاكم على خير. سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.